على طول لما حد بيتكلم على اقتصاد الدول وخصوصا اقتصاد امريكا، لان اقتصاد امريكا طبعا بيأثر على اقتصاد العالم كله، لازم يجيب سيرة الأزمة الاقتصادية اللي حصلت سنة 2008 وما يسمى بانهيار الفقاعة العقارية. وكتير قوي بنتكلم عن الموضوع ده من غير ما نعرف تفاصيله ونعرف ازاي حصل، وليه الانهيار العقاري ادى لافلاس شركات كتير قوي وانهيار البورصة الامريكية في فترة قصيرة جدا ما حصلتش قبل كده. وكل ده حصل زي ما بنقول كده دومينو افكت، يعني كل حاجة كانت بتأدي للي بعدها واللي بعدها لحد ما السيستم كله ينهار. النهارده بقى هنتكلم عن ايه اللي حصل بالظبط في الفقاعة العقارية في أمريكا سنة 2008 وازاي الحكومة الأمريكية قدرت تقوم من الموقف ده وتحاول تتعلم منه للمستقبل، وهل هي فعلا اتعلمت ولا بتقع دلوقتي في نفس الغلط تاني، وده ممكن يؤدي لحدوث فقاعة تانية بشكل جديد. النهارده هنتكلم عن كل ده، وقبل ما نكمل ما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل وشير الفيديو مع كل معارفك وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. عشان نشرح الانهيار الاقتصادي اللي حصل سنة 2008 محتاجين في الأول نتكلم على المورجج أو مفهوم الرهن العقاري. الموضوع بكل بساطة إن الأمريكان بيفضلوا البيت الكبير بجنينة كبيرة يقدروا يعيشوا فيه براحتهم، وفي الغالب ما بيبقاش معاهم ثمن البيت اللي بيبقوا عايزين يعيشوا فيه ده، فبيلجأوا إنهم ياخدوا قرض من البنك ويبدأوا يسددوا في أقساط شهرية بالإضافة للفوائد اللي البنك بيفرضها عليهم، ولنفترض مثلا بيدفعوا فيها لمدة 20 أو 30 سنة كل شهر مبلغ معين بالإضافة للفوائد. وسعر البيوت ده بقى بيتراوح من 300,000 دولار لمليون دولار أو أكتر على حسب المنطقة وعلى حسب مساحة البيت وهكذا. فطبعا لما الواحد منهم بيلاقي إن ممكن يبقى عنده بيت كبير بمبلغ بسيط في الشهر 1500 دولار أو 2000 دولار أو أكتر بحاجة بسيطة، أول حاجة بيعملها بيروح للبنك وبيقدم على المورجج وبيستلم البيت، وفعلا بيبدأ يسدد في الأقساط بتاعته على حسب دخله وعلى حسب البيت اللي خده. وقصاد كده بقى البنك بياخد ورقة، الورقة دي اسمها المورجج، بتمثل ملكية البنك للقرض. كل شهر الشخص اللي اشترى البيت بيدفع جزء من المبلغ الأصلي مع الفوائد، وركز قوي في النقطة دي، والمشتري بيدفع المبلغ ده بقى لأي حد معاه ورقة المورجج، وأنا أقصد هنا أي حد، يعني مش شرط يكون البنك. ومن هنا الموضوع بيبتدي. اللي كان بيحصل كالتالي: البنك بيبيع ورقة المورجج دي لأي حد تاني وبيقنعه ان هيجيله فايده ثابته بتساوي القسط الشهري اللي بيدفعه المشتري، وبيبقى رقم كبير وربح عالي مقارنه بالارباح اللي ممكن يكون بتيجي من فوائد البنك او من استثمارات من انواع تانية. خصوصا ان في الوقت ده في بدايه الالفينات كانت بعد الدوت كوم بابل اللي هي فقاعه الانترنت، وحصل كتير قوي من الشركات اعلنت افلاسها، فالناس حست ان الاستثمار في البورصه مش استثمار امن، وان دلوقتي هو وقت الاستثمار في العقارات لانه حاجه مضمونه، كل واحد بيشتري بيت ويقعد يدفع في الاقساط الشهريه وبيلتزم بيها، لان كل واحد بيقدم البيانات بتاعته للبنك، والبنك بيفحص البيانات دي بالتفصيل وبيتاكد ان دخله يسمح له انه يسدد الاقساط دي، وبالتالي بيوافق على القرض. وفي اسوأ الحالات يعني هيحصل ايه؟ لو الشخص ده مثلا تعثر ومعرفش يسدد الاقساط اللي عليه، الراجل اللي معاه ورقه المورجج دي هياخد البيت يعرضه للبيع وياخد الفلوس بتاعته، وفي الغالب اسعار البيوت عماله تزيد، ده معناه ان هياخد فلوس اكتر وبسرعه اكبر. يعني ببساطه الاستثمار ده امن بشكل كبير جدا. طب البنك بقى هيقعد يبيع ورقه ورقه من المورجج دي بيت كده يعني لكل واحد؟ الحقيقه لا، البنوك بداوا يجمعوا ورق المورجج ده مع بعضه بتاع بيوت كتير ويستفوه فوق بعض. ولنفترض مثلا المورجج بتاعت 1000 بيت، ناس بيدفعوا الاقساط بتاعتهم كل شهر، وبدل ما هم بيدفعوا 3000 دولار في الشهر مثلا، ال1000 بيت دول مع بعض عملوا 3 مليون دولار في الشهر، وعملوها كأنها في صندوق يقدر أي حد ياخد سهم من الصندوق ده، يعني يبقى شريك فيه. فانت تقدر تاخد نسبة معينة من ال3 مليون دولار شهريا وتشتري، يعني بتدفع للبنك الفلوس اللي ليها عند الراجل من غير الفايدة، قصاد ان انت تقعد بقى تقبض في الفايدة واصل فلوسك اللي مضمون في البيت. وبكده يبقى البنوك طلعت بالفلوس بتاعتها ويقدروا يمولوا مشاريع تانية، او يقدروا يمولوا ناس تانية عايزة تاخد قروض عقارية، وطبعا المخاطرة قليلة
لان زي ما قلنا لو انت شاري في ال1000 بيت دول نسبه ان حد يتعثر مش نسبه كبيره، يعني نفترض مثلا في وسط ال1000 واحد دول 20 واحد تعثروا، ساعتها ال20 بيت دول هيتعرضوا للبيع وسعرهم هيتوزع على الناس المشاركه بالاسهم دي على حسب نسبه كل واحد. وبدأت المؤسسات المسؤولة عن التقييم الائتماني لأنواع الاستثمارات المختلفة واللي بتتسمى الكريدت ريتنج ايجنسيز قيموا النوع ده من الاستثمار على انه تريبل اي، يعني اعلى استثمار امن موجود، وده معناه انه بيشجع مستثمرين اكتر انهم يضخوا فيه فلوسهم من غير ما يحسوا باي قلق. يعني استثمار بيجيب لك فلوس حلوه قوي وفي نفس الوقت استحاله تخسر فلوسك. ده مين ده يعني اللي ما يحطش الفلوس؟ ده الخبراء بيقولوا انه تريبل اي يعني حط في بطنك 3 بطيخات صيفي واستثمر. وفعلا الناس بدات تضخ فلوس اكتر، ومش بس الناس، المؤسسات كمان، صناديق المعاشات وشركات الاستثمارات وليله كبيره سعادتك، كله طمع في الارباح. وده مش بس من داخل امريكا على فكره، انما في العالم كله كل الناس بقت بتستثمر في العقارات الامريكيه. ده خلى النوع ده من البيوت تخلص. انت متخيل؟ يعني ما بقاش في بيوت تانية معروضه للرهن العقاري. فده بدا يشجع البنوك اللي هي عايزه تكسب اكتر طبعا انها تدي ناس اكتر قروض، بمعنى صح بدل ما كنا بندقق قوي في كل الاجراءات اللي بنعملها لما بندي حد قرض عشان يستلم البيت بتاعه وبنتاكد ان دخله بيسمح انه يسدد القرض بتاعه، طب ما ننزل الشروط بتاعتنا شويه وممكن نعمل حركه تانية احسن. ما تيجوا نعمل تعديل في الفوائد بحيث انها في اول فتره ما تبقاش رقم كبير قوي، فلو اي حد حتى لو دخله مش كبير هيقدر يدفع الاقساط بتاعته في بدايه القرض. بس بعد شويه ايا كانت المده دي قد ايه، شهور بقى او سنه او سنتين، ممكن يبدا يتعثر لان القرض قيمته بتزيد كل ما المده بتزيد. وطبعا لان الفايده دي متغيره، بعد سنه او سنتين المشتري ما بقاش قادر يدفع قيمه القسط الشهري، وده معناه ان امكانيه حدوث التعثر بتزيد اكتر كل ما الوقت يعدي. وهنا بدات الفقاعه تكبر. دلوقتي بقى في ناس ما عندهاش اي قدره على سداد القروض بدات تاخد قروض عقاريه حتى لو دخلها ما يسمحش، لان البنوك طمعانه في دخل اكبر، طمعانه انها تبيع المورجج لناس اكتر، والناس طمعانه اكتر ان هي يجيلها ايراد شهري وعائد استثماري كبير من الناس اللي اقترضت من البنك. فالموضوع بدا يكبر بسبب الطمع، سواء الطمع بتاع البنوك او الطمع بتاع المستثمرين. المؤسسات بقى اللي بتعمل التقييم الائتماني للنوع ده من الاستثمار كانت شايفه ان ما زال النوع ده من الاستثمار نوع امن، لان ما حصلش تغيير. البنوك طالما لسه بتدي قروض فاكيد البنوك عارفه هي بتعمل ايه ومش بتدي قروض لاي حد. المشكله بقى ان الجهات اللي بتعمل التقييم دي اللي هي الكريدت ريتنج ايجنسيز بتاخد فلوسها من البنوك. يعني البنك بيجيبها عشان تعمل تقييم للمنتجات بتاعته، واحده من المنتجات بتاعته هي شهادات المورجج او اللي بتسمى المورجج باكد سكيورتي، يعني نوع من انواع الاستثمارات مستند على الرهن العقاري. بيفكرني قوي بالحته دي. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ بس للاسف البنوك كانت بتداري الحقيقه. كل فتره عن التانيه النوع ده من الاستثمار كان بيزيد خطوره، لانك بتدي بيت لشخص ما عندوش دخل ثابت او في بعض الاحيان ما عندوش دخل اصلا، ومع مبلغ صغير كده وهو شغال نقدر نقول باليوميه، وبعد شويه مش هيقدر يسدد الاقساط اللي عليه، فاكيد هيتعثر عاجلا ام اجلا. بس الحقيقه الناس ما همهاش الحقيقه دي، وبصوا قد ايه حجم الفلوس اللي ممكن يجي لهم من ورا الاستثمار ده، والجشع قعد يزيد واشتروا فعلا بشراهه وغزاره. وده خلى اسعار البيوت عماله تزيد بشكل رهيب، لان الناس عماله تهجم على النوع ده من الاستثمار. فده ادى احساس وهمي للمستثمرين انهم ماشيين صح، لان لما كل ما سعر البيت بيعلى المستثمر بيطمن، لان في حاله التعثر هناخد البيت ونبيعه وناخد فلوسنا والزياده عليه بورصه. جينا بقى الوقت ان الفقاعه هتنفجر. بدأ بعض الناس يتعثروا نتيجة ان قيمة الفايدة زي ما قلنا بتتغير، فلو كان بيقدر يدفع في الاول ما بقاش يقدر يدفع بعد كده، فراح للبنك قال لهم انا مش عارف اسدد، خدوا البيت بتاعكم بيعوه. وللاسف ده ما حصلش مع شخص او 2 أو 3، ده حصل مع عدد ضخم جدا. وفجأة وزي ما احنا عارفين العملية عرض وطلب، في الاول كان الطلب اكتر من العرض فالاسعار كانت بتزيد. دلوقتي حصل العكس، العرض بقى اكتر من الطلب فالاسعار بقت عمالة تنزل. ومش بس كده، مش بس الناس المتعثرين راحوا للبنك قالوا له احنا مش عايزين ندفع، انما حتى الناس اللي كانوا يقدروا يدفعوا لقوا انهم بيدفعوا بيت كانت قيمته $1,000,000، دلوقتي قيمته السوقيه $600,000 بس. يعني قيمه الرهن العقاري بتاعهم واقفه عليهم بالخساره. يعني لو راحوا للبنك وادوا البنك دلوقتي البيت بتاعهم يقدروا يشتروا بيت جديد ب $600,000 بدل $1,000,000، واكيد القسط هيكون اقل.
فده زود عدد المعروض من البيوت اكتر، لان كله رفض يدفع، المتعثرين وغير المتعثرين. شركات استثمار كتير قوي بدأت تعلن إفلاسها لأنها مش عارفة ترجع للناس العائد الاستثماري اللي كانوا مستنيينه كل شهر، ال 3000 دولار أو ال 4000 دولار للبيت نتيجة الأقساط الشهرية اللي اتكلمنا عنها. وفي نفس الوقت بقى عندهم بيوت مش عارفين يبيعوها، معهمش كاش يسددوا للناس ولا عارفين يبيعوا البيوت، يعني كله ضرب في بعضه ومحدش عايز يشتري البيوت دي. بس استنى يا عم، في حاجة اسمها تأمين. فين شركات التأمين؟ شركات التأمين مش بس ضد الحرايق والسرقة، في شركات تأمين ضد التعثر. يعني انت بتأمن على القرض ده ان لو الشخص ده تعثر شركة التأمين تدفع لك فلوس. وطبعا شركات التأمين كانت واثقة جدا من النوع ده في الاستثمار، مش الجهات الائتمانية مقيماه على انه تريبل اي، يعني آمن جدا وأأمن استثمار. انت أمن عليه وببطنك 3 بطيخات صيفي، وانت مغمض يا معلم فلوس التأمين دي كلها داخله في جيب شركة التأمين ومش طالعه، وكل واحد كان بيطلب بوليس التأمين كان بياخدها. واللي شركة التأمين عملته ده اسمه كريدت ديفولت سواب، يعني حد بيتعاقد معاك ان في حالة التعثر هيدفع لك التأمين قصاد ان بياخد منك رسوم سنوية. فجأة بقى يا معلم شركات التأمين لقت مطالبات رهيبة، كل الناس اللي كانت شارية بوليس التأمين جاية تسترد فلوسها وبتطالب التأمين انه يسدد لها ويعوضها. وطبعا شركات التأمين عجزت انها تسدد برضه، وبكده شركات التأمين دي كمان أعلنت إفلاسها، لدرجة ان مجموع القروض المؤمن عليها نط من 900 مليار دولار ل 62 تريليون دولار. شركة زي AIG للتأمين خسرت مليارات، والحكومة اضطرت انها تسندها عشان ما تفلسش. شركة ضخمة زي دي، كل اللي بقى يسمع كده بقى عمال يبيع بالشكل رهيب، وبقى فيه بانيك او رعب ما بين الناس المستثمرة في الموضوع ده. حتى الناس اللي هي بنسميهم institutional investors اللي بيبقوا بيستثمروا بقى فلوس تأمينات ومعاشات الناس، كانوا برضو مستثمرين في الموضوع العقاري ده، وبكده كل الفلوس دي راحت عليهم. وفي تأمينات ومعاشات ناس راحت في النوع الآمن ده من الاستثمار. وفي يوم 15 سبتمبر سنة 2008 يحصل أكبر إفلاس لشركة في تاريخ أمريكا في الوقت ده، شركة ليمان براذرز. الشركة دي كان مجموع الأسيتس أو الأصول الثابتة بتاعتها بيتخطى ال 600 مليار دولار، يعني تفلس، يعني عليها التزامات أكتر من 600 مليار دولار، ومع ذلك أعلنت إفلاسها. وفي آخر ربع سنة في 2009 2 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم. طب الحكومة الأمريكية تعمل إيه؟ هتقف تتفرج وتشوف الاقتصاد بينهار؟ الحقيقة لا، قررت تقف جنب البنوك بتاعتها وجنب شركات التأمين وجنب أي حد محتاج أي حد يقف جنبه. الحكومة الأمريكية عملت برنامج اسمه TARP Troubled Assets Relief Program، بالعربي كده برنامج فك الزنقة، عشان يساعد الشركات تقوم من تعثرها. وعشان بس تتخيل حجم الكارثة، البرنامج ده كان في الأول بيتكون من 700 مليار دولار. في يناير 2009 الكونجرس الأمريكي مرر حزمة اقتصادية قيمتها 800 مليار دولار، هدفها برضو مساعدة الشركات والبنوك إنها تقوم من التعثر وتقدر تسدد الفلوس بتاعتها للناس. في 2010 الكونجرس الأمريكي عمل إعادة هيكلة لبعض القوانين المالية الخاصة بالنظام المالي في أمريكا، وسميت بدوت فرانك لو، قانون دوت فرانك. ممكن نتكلم عنه بعد كده بالتفصيل، بس هو ببساطة زي قانون حماية المستهلك، بس ده لحماية المستثمر. نقدر نقول ان بيحمي المستثمر من الاستثمارات الخطيرة اللي تبان في الاول انها آمنة وتمام، بس الحقيقة مفيش اي اجماع ان القوانين اللي عملتها امريكا تمنع حدوث ده في المستقبل. اولا امريكا عشان تتصدى للمشكلة دي طبعت كمية رهيبة من الدولارات، وده طبعا ادى لتخفيض قيمة الدولار. بس الحكومة بتبقى شغالة في فاير فايتنج مود، بتاخد اي قرار في وقت سريع، وكتير بتبص تحت رجليها. حتى لو كانت امريكا برضه بتبص تحت رجليها. وبرضه من الدروس المستفادة من الازمة دي ان في بعض الاحيان بعض السياسات والقوانين بتكون محطوطة لهدف كويس، بس في الاخر ضررها بيكون اكبر من فايدتها. يعني سماسرة العقارات بياخدوا بونص كل لما بيبيعوا بيوت اكتر ويخلوا الناس تدخل في النظام التمويل العقاري ده، ايا كان بقى المشتري ده يقدر يسدد الاقساط دي في المستقبل ولا لا. كل اللي يهم السمسار ان عنده تارجت، لو ما عملوش الشركه للاسف هتستغنى عنه. والحقيقه النظام ده مكمل لحد وقتنا هذا. اغلب سماسرة العقارات ما عندهمش مرتب ثابت، انما بياخدوا الكوميشنز بتاعتهم او البونص بناء على عدد البيوت اللي بيبيعوها. فممكن هو على فكره بيبقى عارف انك مش هتبقى عارف تكمل سداد القسط اللي عليك، بس بياخدك البنك يعرفك النظام، وممكن يحاول يقنعك كمان ان الفايده قليله والاقساط مش كتير وهي فايده متغيره وانت مش واخد بالك، والقانون لا يحمي المغفلين معلش. وحتى لو انت عارف ان الفايده دي بتزيد، بتبقى متوقع ان مرتبك
هيزيد وهتقدر تسدد، بس مين عارف، مش ممكن لا قدر الله يحصل في الامور وتفقد شغلك، هتسدد ازاي؟ فبدل ما كنا بنقول زمان اللي معهوش ما يلزموش، دلوقتي اي حد بقى يقدر يشتري اي حاجه بقرض بالتقسيط. اللي كان مطمن بقى الشركات كلها والبنوك والتامين وكل الناس دي ان هم كانوا بيقولوا it's too big to fall، يعني استحاله كل ده ينهار في وقت واحد، زي ما بنقول كده على امريكا دلوقتي او ما بنقول على الدولار. وده اللي كان بيديهم الثقه انهم يكملوا. بس ما حدش بيعرف امتى الفقاعه بتنفجر وامتى بتوصل لذروتها، وفي الغالب بيكون مفاجاه لكل الناس، الحكومه والمستثمرين والديفلوبرز او الناس اللي بيبنوا العقارات دي وكل الناس. وعموما في الازمات دي الناس بتدور على كبش فدا تقول هو ده السبب، بس في الازمه دي تحديدا المسؤوليه كانت متوزعه على الناس كلها، من اول الحكومه اللي ما حطتش قوانين تقنن مين ياخد قروض ومين ما ياخدش، وسمحت للبنوك تدي قروض لناس ما عندهاش امكانيه السداد وتخاطر بفلوس المودعين. وفي نفس الوقت البنوك كان عندها طمع، وسياسات البنوك سمحت بده، وشركات التأمين ما كانتش بتتحرى بشكل كافي وبتعتمد على جهات التقييم الائتماني، وبرضه شركات التقييم دي كانت متآمرة لأنها بتاخد فلوسها من مين؟ من البنوك. كانت منظومة فاسدة ضخمة. الموضوع طبعا من كتر ما يعتبر درس قاسي للعالم كله اتعمل عليه فيلم ذا بيج شورت، يا ريت تشوفوه. وبالمناسبة الشورت سيلينج هو نظام انك تقدر تكسب عن طريق انك تضارب ان سعر الحاجة ينزل، يعني تقدر تحقق مكاسب وسعر السهم بينزل، وده ممكن نتكلم عنه في فيديو خاص بالتفصيل لو عايزين. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل وفولو الانستجرام وفيسبوك بيج، وتشوفوا كل الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وتقولوا لنا رايكم في موضوع النهارده. شكرا.